ماذا كتب الشاعر مسلم علي الكردي للأم العراقية المجاهدة وللأم بشكل خاص؟ للأم قصيدة طبعا إلى كل أم عراقية. أحسنت. أم يا سالوفة الله الكلها خير، أم يا سالوفة الله الكلها خير، أم يا محلى الدفل بحضانها، أم ذا تدعى الله رأسا يستجاب ويا مر الدنيا تفك بيبانها، أم ذا تدعى الله رأسا يستجاب ويا مر الدنيا تفك بيبانها، أم باسم القحط تنقط خضار كلها طيب وما يبس بستانها، أم دولة تصدر الحب والسلام وتسوى كل باقي الدول بوطانها، أم دين أم دين وبحجاب الزهرة تاج ويجرح بحيدر وسط شريانها، أم تحت جدامها الجنة تلوذ وقيس عند الخالق شقد شانها، أم تحت جدامها الجنة تلوذ وقيس عند الخالق شقد شانها، الطير إذا ميت تثوب للخميس، الطير إذا ميت تثوب للخميس وتنحب بفقده وتغرق جفانها وشي تحب لما الشمل شجرتها دوم غافية طيور ايش كثر بغصانها، أم شالت طبع زينب والدليل، أم شالت طبع زينب والدليل تفتح الدنيا بفتح قرآنها، أم كلمة حق تطوف بكل مضيف وما يمر طارت كذب بلسانها، مرة شافت وردة ميتة بلا يصوج انهضمت أمي وحشمت قيعانها ومشت زرعتها وبقت تنطيها ماي وكبرت من الخير اللي بذرعانها، تلهج أم بيا علو الله كريم، تلهج أم بيا علو الله كريم وتعبد لحد ما هدت شيطانها، تعبد لحد ما هدت شيطانها، ولو نجوا نقدر ديانتها ونقيس وصلت ليا مرحلة من إيمانها، من كثر ما ضحت وتعبت نشوف صار رضوان الله من رضوانها، صار رضوان الله من رضوانها. يا أمي يا أم الوفا يا طيب منك جنة